جايز، كيفكم؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم. اليوم معاي أحمد. هلا، شلونكم؟ اللي ما بيعرف أحمد بكون خطيبي. هو 20 مقطع تيك توك نزل، المفروض عرفوني. إيه، بس في عندي ناس بتابعوني فقط على اليوتيوب، ما بتابعوني بأي مكان تاني. قد احب موضوع جماعة اليوتيوب والله. والله. هذا الفيديو صراحة من زمان كان مفروض ينزل، بس صورناه كذا مرة وما زبط. بعدين أحمد سافر على العراق. وهذا الفيديو المفروض تتعرفوا على أحمد، فاليوم حنسأله هيك كم سؤال ونحكي لكم كيف تعرفنا على بعض. أنا أحمد، عمري 22 سنة، على أبواب 23، عراقي، عشت كل حياتي برا العراق. عشت بروسيا، مصر، لبنان، تركيا، وحاليا بالإمارات. تعرفت على هاي الحلوة تركيا. اوكي، جاهز؟ جاهز، أنا حيل جاهز، جدا جاهز. اوكي، أول سؤال معانا، من إمتى مجهزين للخطبة؟ انا اللي اسوي خطوه رسميه وصارت فجاه، يعني ليش كذب عليكم؟ لان كنت قاعد انا وياها وقلت لها اقول لك خلينا نخطب. هيك فجاه، والله فجاه. شنو؟ قلت لها نخطب. قالت لها ما عندي شيء. اوكي يلا خلينا نخطب. خبرت امي، الله يعطيها الصحه والعافيه، قلت لها ماما حجزي هذا الاسبوع تعالي، لان خلاص انا اسوي خطوه رسميه. لان احنا اصلا اريد نعرف بعض من 2023 او لا. سنه 2023. ايه 7/1 تعرفنا على بعض، بس يعني بالبدايه انه كنا لسه رفقات وكنا نتعرف على بعض وهيك. بعدين شوي شوي اتطورت. شوي. وين أول مكان شفتوا فيه بعض؟ بتركيا. المنطقة يلي معترف فيها للعراقيين هي يلوا، فأحمد كان من سكان يلوا وأنا من سكان اسطنبول. اللي صار إنه أنا وكم حدا من رفقاتي كنا رايحين كامبينج. رفقاتي بيعرفوا رفقات أحمد، فهيك انجمعنا، يعني إنه رايحين كامبينج فالكل أجا وهيك يعني. كلنا يلا هيك تعرفنا على بعض. شفتها قلت شفتها واخذي سنطاس واخذي. فحرفيا اول مره يعني تعرفنا على بعض كانت بيلوا، لانه رحنا كامبينج واحمد اوريدي كان من سكان يلوا. بس انا شنو كنت اسمع عنها؟ يقولوا لي ياسو دائما ياسو ذابحين بيها. شو جت ياسو طلعت صدق ياسو يعني. قلنا قصة تعارفكم. هلا مثل ما حكينا لكم انه نحن تعرفنا لما انا رحت من اسطنبول ليلوا لحتى كان عنا كامبينج. فاول ما التقينا كنا نحن بالباخرة رايحين من اسطنبول ليلوا، فكان في احمد ورفقاته جايين بالسيارة لحتى ياخذونا. نحن كمان كنا كذا شخص وطلعنا. اول كم ساعة يعني نحن ما حكينا مع بعض اصلا، فبعدين بالليل بعد ما شغلنا نار وقعدنا ومدري شو بلشنا نحكي مع بعض. يعني قصة تعرفنا طبيعية، يعني تعرفنا من خلال أصدقاء مشتركين. ايه صراحة ديجري، تعرف ديجري شلونك؟ ديجري صاحبي من زمان، كان جواريني، يبغى الناس تعرف ناس وهيجي، فالتمينا. شفت هالملاك نازل من السفينة، قلت شنو السالفة؟ هم يجون بسفينة من اسطنبول اللي الأول، يعني أجيبك للدرب، قلت لك أجيب. طيب أنا عندي سؤال، شو كان انطباعك عني أول ما شفتني؟ أول نظرة خصوصا كنت قاعدة قدامي انت. نحن كنا كتار، احكي لكم الموقف كيف كنا كتار بالسيارة. انا وبنت قعدنا قدام فما وسعنا، فانا اضطريت اقعد تحت قدام الكرسي، فما بقدر اقعد يعني وشي بصير على التابلو، فعطيت ظهري، فهمتوني؟ فصار وشي على الكراسي اللي ورا محل ما هنن قاعدين. فأنا قاعد أباوع والشمس الساعة يمكن بالتسعة الصبح أو بالعشرة الصبح، شمس يعني عليها عمودية، الشمس عارفة الدنيا كلها وجاي على وجهه، وباوع قلت يصير شنو هالجمال. رحت لأهلي بوقتها، رحت لأمي قلت لها ماما حبيبتي أنا اليوم رايح كامبينج ويا أصحابي جايين من اسطنبول. فكنت بوقتها نشرت ستوري وياها ويعني ويا أصحابي، فجت لي أختي قالت لي ايش عندك ويا ياسمين؟ قلت لها منين تعرفين ياسمين؟ قلت لها انا اتابعها من انا صغيره. يا عمري انهم خواتي يموتون، خواتي يحبوها اكثر من عندي. بوسهم حبيبتي. انا كمان كثير بحبهم، يعني بشكل عام احمد عائلته كثير بجننوا، كثير لطيفين. يعني امك يعني شباب، يعني انتم بالكم هذا جمال، شوفوا والدة ياسمين من جمال، من ادب، من هي صدق العائله كلها ما شاء الله. والدها يعني انا كنت واحد من الناس اخاف، كنت صراحه خوف يسمونه احتراما لوالدها. كنت شويه عندي نسبه من الخوف احكي وياه، من حكيت وياه يعني من الطف البشر صراحه، رجال ماكو منه اثنين والله العظيم. اساسا نتعرفوا عليه، شافوا حكيت وياه. اخوها كذلك ياسين، ياسين انا حلم حياتي اخوها اشوفه، يعني حلم حياتي نتجمع صراحه نفتح بزنس سوا انا واخوك ان شاء الله.
مين بغار اكثر؟ اكيد بالاخير انا اغير اكثر، هذا شيء طبيعي. احس هو الرجال بالعلاقه مهما كان هو اللي بغار يغار أكثر؟ إيه. بالعكس في بنات كتير بغاروا على شريكهم يعني. بس احس ماكو رجال ما يغار. ايه هلا بصراحة اثنيننا اكيد بنغار على بعض، بس انا ماني من النوع اللي كتير غيور. ايه اني لا، اني يعني شوي. اسم ابنكم المستقبلي؟ انت عندك مشكله إذا اسميه على ابوي؟ لا طبعا. والله اكيد عنا بعاداتنا وتقاليدنا على طول الولد يعني بيتسمى اسم جده، فما عندي مشكلة بالعكس. يعني شوي قدوتي بالحياه والدي اكيد. اي صراحة بحس انه ما عندي مشكلة الولد يتسمى اسم الجد، او مثلا الاب هو اللي يختار الاسم، والبنت انا بسميها. بديت شي تريدين انت حبيبتي. اوكي. صراحه انا احب دانيال مثلا. أكيد. حسب ما هو انا كنت دانيال اسمر اسود علي. انت لعبك ان شاء الله الذريه مثلك حلوه. غلطانه حبيبتي. لا لا لا، وانت كمان حلو يعني. انت الحلو حبيبتي. شو مسمي ياسو بتليفونك؟ شو مسميني بتليفونك؟ ورجيني. بس شوف كان حيورجيكم رقمي كمان. اوكي. ياسو وارنب. مو ارنب. هاد سنجاب. سنجاب. ليش حطيت ليش حاطط سنجاب؟ ليش؟ شنو حركتك انت؟ اللي تسويها بس وياي. انا لما جوعانه ايه بقول انه بدي اكل. فهو شبهني من هاي الحركه، شبهني بالسنجاب، ومن وقتها حط لي سنجاب. غير احب شان اموت عليك. كمان والله. وصفوا علاقتكم كلمه. راحه نفسيه، طمأنينة، استقرار. انا كمان صراحة. بحس لانه نحن علاقتنا خلصنا البدايات وخلصنا هدول المشاعر اللي طلوع نزول هيك. صارت مستقرة، علاقتنا مستقرة. صحيح. شيء أول ما تشوفه بتتذكر ياسو. الحصرم، حصرهم. الماتشا، تركيا. أقول لك أنا شو؟ أفلام. هذا البني آدم موسوعة أفلام. يعني مستحيل إلا على فيلم ما يكون بيعرفه أو شايفه أو بيعرف قصته. أغاني بيسمع جميع أنواع الأغاني. كلنا بسمعوا أغنية بعرفها شو ما كانت تكون، هندي، تركي، انجليزي، عربي، كردي، اي شيء حرفيا بيعرف كل انواع الاغاني. يلا اكيد يلا كثير بتذكرني فيك. الملوخيه طبعا، الملوخيه دائما تذكرني بياسمين. الهودي كثير بذكرني باحمد لانه هو كثير بحب يلبس هودي مثل ما شايفين. حبك. موقف صار بينكم مستحيل تنسوه يضحك او موقف عادي؟ انا بالنسبه لي صراحه كثير بضحكني انه انا واحمد اول ما تعرفنا عن بعض ما كان يطلع فيني ابدا. انا يعني لما بحكي مع شخص بطلع بعيونه يعني اجباري. فانا اكون عم بطلع فيه هو يتجنب هيك بخاف طبعا يعني هيك. طبعا يوخر شنو تخافين؟ ما يطلع فيني انا بخوف. لا اقصد يعني نظراتك مو انت. لا والله عادي بتطلع حلوه وتبوع علي صعبه هذه. والله ضل فترة يعني مدري قد ايه بتطلع فيه وما بيطلع فيني او فورا بيكسر عينه. كثير كان يضحكني. بيعتقوا يعني يخجل. خما اعطيك يعني اشوفك انه انا ميت. لا اكيد لا بس انه عادي لما انت تحكي مع بني ادم تطلع بعيونه. هاي صعبه. اوصف ياسو بجملة وياسو كمان توصف احمد. ياسو صفها بجمله حنونه منظمه بشكل يعني جدا من ناحيه كل شيء من ناحيه الاصحاب، الماده، السوشيال ميديا، كل شيء منظمه. حتى مرات احس هاي البنيه يعني بيها هوس يعني فهمت. يعني الشيء تحطه ترجع تحطه هيك شيء ما ادري يعني يجوز هاي الشيء سامعين هواي، بس حيل يعني قلبها نظيف، حيل قلبها طيب. يعني مثلا انا انسان حقود، احقد من واحد يضوجني او شو اسمه هي، لا العكس من واحد يضوجها لا. بس بالبداية اكيد باخذ موقف يعني انه بتضايق، بس بعدين انه خلاص يعني شو ده بدي ضل حاطه بقلبي خلاص بيطلع. وهذا الشيء صعب تلقاه يعني صراحة. يعني حتى مرات يعني مثلا انا وياسمين صدق جدال خفيف او هذا، ياسمين يعني مو من النوع اللي تنتظر عليك الزلة او شيء، لا يعني جدا هذا الشيء يعني تعرفون ايش قد هذا الشيء اللي عايش شعور المصايب يعرف. بس هذا الشيء كلش حلو بالعلاقة. هذا سبب صراحة نجاحنا، انه انا بالنسبة لي سبب نجاح علاقتنا يعني كلش من كل النواحي جرين فلاج، من كل النواحي وحلوة يعني فوق الجسمة حلوة. وانا كويس باكيج فديت اموت. انا بالنسبة لي احمد انسان طاقة ايجابية كتير بيعطيني طاقة ايجابية. هو من النوع الناس يلي لو قد ما كان يعني الحياة صعبة اكيد، قد ما كان في مثلا مشاكل، في هموم، في كذا، ما برجي ما بيظهر هذا الشيء. حتى هو يعني شخصيا خلص يعني بكون عم يفكر بينه وبين حاله كيف يحلها، بس بنفس الوقت بيعيش اللحظة
وهذا الشيء كتير بحبه فيك عن جد، ما بيخلي الواحد ضل مثلا مهموم. او حتى انا مثلا انا كتير بفكر وكتير مثلا ممكن انهم على شغلات ومدري شو، بيجي بحكي له بلي ما في داعي اليوم برتب اليوم عرفتوا برتب لي اليوم الخربطه اللي بتكون صايره. جيت الياسمين، دقيت الباب، ياسمين تبكي. ياسمين بابا ليش تبكين؟ احنا راح نكبر بالعمر نعجز كنا وانا عصر عجوز. انا بقول لك شو صار. صدق. اللي صار انه إيه؟ شفت فلتر على تيك توك هذا اللي بكبر بالعمر، فجربته، فلما شفت شكلي كتير تأثرت. يعني تبكين انه إيه ياسمين كتير حبيبتي تأثرت، يعني اجتني دموع نزل بس دموع. لك شغله، اجتني لحظه ادراك انه قد ايه الحياه تافهه، والله العظيم قد ايه الحياه بسرعه بتروح. يعني انا على شو مثلا اكله هم في كتير شغلات بفكر فيها ما بعرف شو، وفورا الحياه بتمشي صفحه وبتنطوى. اكيد. فانه يقول اجتني لك عن جد لحظه ادراك، عشان- فهذا يلي بكاني. عيش اليوم كأنك تموت غدا. فلذلك اقول لك خلينا نسافر، خلينا نروح كافي تركيا دبي، اني عراق دبي تركيا كافي، خلينا شوي نطلع. والله يا بيقولوا لها بنروح اكيد. اتركوا كلام لبعض واحلام بدكم تسووها وترجعوا لها بالمستقبل بالتوفيق حبايبنا. انا بالنسبه لي بما ان هذا الفيديو حيكون على يوتيوب، فالله اعلم كم سنه رح يضل، فبنقول مثلا بعد 5 سنين 6 سنين 10 سنين يا اخي ممكن افتح هذا الفيديو وارجيه لاولادنا. حلو. وان شاء الله بتمنى تكونوا حققتوا كل احلامكم وتكونوا وصلتوا لكل اهدافكم، واحمد اشوفه من انجح الناس، محقق كل شيء بتمناه وكل شيء بحبه. انا رسالتي لياسمين شنو هالجمال حبيبتي، طالعه تجننين، فديتك نفس الشكل هيك وقت وبعد 20 سنه. امكم ممنوع تنظف، ممنوع الطب، ما فيني، لازم مالك. انا كل شيء رتب بايدي، ما بقدر. مالك ممنوع تجيك انت خدامه للبيت ست، واطفالها يشتغلون. شنو فندق بابا؟ انا بالنسبه لاولادي بدي اقول لهم يعني ما تشوفوني هيك انه حبابه وما بعرف شو، وقت الجد جد، نعم. يعني وقت الجد جد. سمعتوا ولا لك؟ يا ويلكم. لك انت شيء جيب ماي لامك. يلا سلام. عندك اخ توأم؟ عندي مو اخ توأم، عندي ياسر اخويا. طبعا ياسر اخويا كوبي بيست من متشابه عن عندي. جد. كتير بتشابه. بس هو شويه معضل اكثر من عندي واحلى من عندي شويه هم. هو سينجل. هو اصغر من احمد بسنه اهم شيء ولا سينجل. سنتين؟ هو اصغر مني بسنه و10 اشهر تقريبا. ايه عم دور لعروس. ايوه يعني هذا يعني اخويا نفسي يعني نفسي بالضبط كوبي بيست يعني. لا بس شخصياتهم كتير مختلفة عن بعض. ايوه عشنا انا ياسر كتير هادي وبارد شوي عنده نوع، واخوي شويه من النوع الغبي يعني شويه فاهي بالاشياء. مثلا ياسر يلا البس حذاء، بارد البس حذاء بدنا نطلع، كلها تطلع وتنتظر ياسر دي يلبس بعدها بالحذاء. شويه متعب بس احب اخوي حيل احبه يعني. عشنا انا وياه واي اشياء حيل عشنا يعني. شنو شعورك وانت ماخذ ملاك على هيئة بشر؟ بصراحة يعني ما أقدر أكون ممتن أكثر. شكرا خالة وخالو على الإنتاج الجميل اللي يعني صدق يعني تعبانين بيه أنتم من كل شيء، والحمد لله والشكر صراحة. أكثر صفة حبيتها بياسو؟ حنونة، حيل حنونة يعني to the point that I'm satisfied يعني أنا جدا مرتاح بهذا الشيء. أنا أحتاج حنان بصراحة. كلنا بنحتاج حنان. إيه. مين اعترف حبه بالأول؟ أنا أكيد. قلت لها بابا أنا أحبك، شنو الوضع هسه، شنو تريدين يعني؟ أي يوم خطبتوا؟ يلا نشوف إذا أحمد متذكر. والشهر الثاني إيه بس أي يوم؟ 18 لا 14 لا 15 16 17 4/2. ايه 4/2 اتذكر بالضبط، واتذكر البوردة واضح قديش متذكر، شفته يعني قال كل التواريخ. شو وقت الزواج؟ هذا السؤال كتير عم يجينا صراحة. نحن ايمت الزواج يعني لسه ما بنعرف صراحة، لأنه نحن خطبنا هيك خطوة حلوة يعني بيننا لحتى يكون كل شيء رسمي بيناتنا. الزواج يعني حتى يصير ربنا ايمت ما بنشوف حالنا خلص. شلون نخطبوا بعض على الملأ. عالضوجة. ياسمين خلينا نتزوج. ايمت بنشوف حالنا خلص نحن عارفين كل شيء مستقر مستعدين ما بعرف شو نتزوج، ما في ورانا شيء. ان شاء الله. تشبهوا بعض. هاي كثير ناس طبعاً. قالوا لنا انه نشبه بعض. ترى شباب اني بالحقيقة اسمر زيادة يعني لوني برونز. ما دخل اللون حبيبي. لا بس ما دا دخل اللون. ياسمين حنطاوية الى مائلة الى البياض، وبالحقيقة من الشابه يعني اتمنى يعني هذا الشيء تبون تقولوه يعني بالنسبة لي مجاملة اعتبرها. لا والله لا حتى امي بتقلي انه عنا نفس العيون، نتشابه بالعيون
يمكن بالحواجب، ما بعرف يعني، في ما بعرف، هو بقولوا لما اثنين بيحبوا بعض بصيروا هيك بياخدوا من بعض. فما بعرف شو الشبه بالضبط، بس انه في من بعض. بدكم تعملوا حفلة خطوبة؟ ان شاء الله ايه 100%. صراحة أنا شخصيا ما كتير بتهمني حفلة خطوبة، بحس هو العرس يعني بكفي ووفي. انا تهمني هو بده، بس أنا ما بتفرق معي صراحة تهمني، بس أنا حاليا وايد أروح وأجي للعراق ياسمين. عنده شغل. صار لي 4 سفرات بشهر، عندي هواي شغل بالعراق دا أخلصه، فاميلي بزنس وهواي شغلات. إن شاء الله بس أخلص كل شيء وأرجع. أحلى خطوبة راح أسويها بالإمارات إن شاء الله. بتعيشوا بالإمارات ولا بتركيا؟ المكان تريدين أنت، أنا قايلها لياسمين لو تريدين نروح نعيش بالموزمبيق أروح. هلا نحن انا شخصيا صار لي بالامارات اكثر من سنه، واحمد نفس الشيء، لانه نحن تقريبا نفس الوقت نقلنا، فحاليا نحن بالامارات، فاعتقد بالامارات حنكون. إيه راحتك. هذا سؤال لك، شو اكثر شيء خلاك تعرف انه هي الشخص المناسب؟ ست بيت بمعنى الكلمة يعني. صراحة هساني أنا عراقي، وأطيب أكلة عندي الملوخية السورية، فهمتوا؟ وثاني أطيب أكلة عندي السبانغ السوري، سبانغ السوري. ثالث أطيب أكلة عندي اللي هي اليبرة السوري، يعني لحد الآن ماكو الأكلات العراقية بعد موجودة بالليستة. أي وبنفس الوقت أهلي كلش يحبونها ياسمين. طبعا هو بالأخير إذا أهلها أو أهلي ما راضين على الشخص الموجود تصير عقلات شوية بالعلاقة. صح. بس الحمد لله أهلي كلش يحبون ياسمين، وخابر أم ياسمين أنا أعتبرها أمي الثانية والله، حيل أحبها. الحمد لله يعني كل شيء ميسر. ايه صراحة نحن هي قصتنا يعني هيك، انه تعرفنا على بعض من اصدقاء مشتركين، شوي شوي تطورت علاقتنا، شوي شوي اثبتنا لبعض وما بعرف شو، اكيد واجهنا صعوبات اكيد كتير، مرينا بصعوبات، بس لما يصير مشاكل لازم تكونوا مع بعض مو ضد بعض، فهذا الشيء جدا مهم عن جد بالعلاقات. دائما نعرفوا شغله، انه اي مشكله تواجهك ويا شريكك انه انت وياه ضد المشكله، مو انت ضده. لا العلاقه نات هيلثي، مو صحيه العلاقه 24 ساعه مشاكل، واحد يدور على الثاني زله، مو صريحين اثنينكم 24 ساعه تهديد، ما تنجح مستحيل. فكر بها المستقبل، دائما خلي ببالك. هسه مثلا ياسمين من حبيتها انا فكرت فيها رسمي، هاي البنيه تصلح زوجه مثاليه. يعني انت فكر المستقبل، لان انت اول سنه سنتين البدايات تخبط البدايات، بس اكو شيء بعدين انت راح تعيش وياها عمر. انا برايي العمر منه دليل على انت معرفتك بالحياه او وعيك، بالنهايه حسب تجاربك، حسب الاشياء اللي مريت فيها. انا حسب اللي بعرفه عن احمد كثير عاش تجارب، هو الكبير بالعائله، فكان عليه مسؤوليات، فهو قد المسؤوليه في الدنيا. شكرا شباب بالمشاهده، ان شاء الله عجبتكم. اهم شيء يعني امانتكم وصلت، يعني لا تخافوا. ايه وهذا هو حمود، ان شاء الله هيك لقدام تعرفوه اكثر، تعرفوا عليه اكثر، ان شاء الله رح تحبوه، صدقوني رح تحبوه كثير، لانه كثير بضحك وموضوع. لا وقلبه كثير طيب عن جد، احمد قلبه كثير طيب، كثير كثير، هذا الشيء كثير حلو فيه. بديتك تحب تقول لهم شيء قبل ما نروح؟ اذا وصلت لهنا أنا بهذا المقطع فحب اشكرك هواي، لان انت مهتم انه احنا شلون تعرفنا، وبالاحرى مهتم بي انا. اوكي جايز، شكرا للمشاهده، وصلنا لنهايه مقطعنا لليوم. اذا بتحبوا تضيفونا على الانستغرام رح تلاقوا كل حساباتنا تحت بصندوق الوصف، وان شاء الله بنشوفكم فيديوهات جديده. كتبوا لنا شو بتحبوا نصور لكم افكار، ما عندنا مشكله، كتبوا لنا تحت. وبس والله كالعاده بحبكم كتير. باي باي.